عارف يعني ايه تكون قاعد بتتفرج على صورة بنت زي القمر على انستجرام او فيسبوك او تيك توك اي مكان يعني، وضحكتها حلوة كده وترد الروح ولبسها شيك وكل الصور بتاعتها بتقول ان عايشة ملك، فجأة تكتشف ان البنت دي هي نفسها اللي كانت قاعدة قدام شاشة الكمبيوتر بتسأل الذكاء الصناعي ببرود اعصاب شديد مرعب. هو لو حد خد جرعة زيادة من المنوم هيموت، ولو مات هيموت في قد ايه، ولو خلطت المنوم بالعصير الطعم هيتغير. اهلا بيك عزيزي المستمع في قصة اليوم. كيم سو، البنت اللي هزت كوريا الجنوبية في سنة 2026 واللي خلت العالم كله يسأل نفسه احنا بقينا نخاف من الشاشة اكتر من نخاف من الشوارع. دي مش مجرد قصة لجريمة حصلت، دي رحلة جوا عقل بنت قررت انها تستخدم التكنولوجيا والجمال المزيف عشان تمحي حياة ناس تانية بكل برود. الحكاية هتبدأ في حي جنبوك، اسمه كده موجود في كوريا الجنوبية، اسأل عليه. المنطقة دي معروفة بالزحمة بتاعتها وكمان أماكن الإقامة بس السريعة، يعني مش فندق كامل، يعني تنام يوم 2 ومشي حالك وامشي. وفي أوائل سنة 2026 السنة دي يعني بدأت الشرطة تستقبل بلاغات غريبة جدا ومريبة في نفس الوقت. الرجالة بيدخلوا لأماكن الإقامة السريعة دي مع بنت شابة وبيصحوا يلاقوا نفسهم في عالم تاني خالص، بيصحوا يلاقوا تليفوناتهم اختفت، المحافظ بتاعتهم اتسرقت، والهم ده كله انهم كانوا يصحوا مش فاكرين اي حاجه. كل اللي كانوا فاكرينه انهم كانوا مع بنت وشربوا كوبايه عصير عادي، بعد كده مفيش ابيض ورد، مش فاكرين حاجه. الشرطه في الاول افتكرت ان ده مجرد حوادث عاديه جدا زي اللي بتحصل في اي مكان، حوادث سرقه، بنت عاديه جدا بتستغل الرجال وبتسرقهم. بس الموضوع بدا ياخد منحنى تاني خالص، منحنى مرعب لما لقوا جثتين في مكانين مختلفين في اماكن الاقامه دي، الاقامه السريعه، بس في نفس المنطقه. الجثتين ما كانوش عليهم اي اثار ضرب او خنق او طعن، كأنهم ماتوا وهم نايمين، ماتوا بسلام بدون عنف يعني. ومن هنا بدأت حالة الطوارئ. المحققين بدأوا يفرغوا كاميرات المراقبة في كل الأماكن الإقامة دي، وظهرت اليوم نفس الفتاة، نفس البنت في كل مرة، بنت في 20 من عمرها يعني، صغيرة جميلة ملامحها هادية، وبتدخل الإقامة دي مع رجالة وتخرج بعد الساعة أو 2 وهي ماشية بمنتهى الثبات كأنها لسه مخلصة مشوار عادي جدا في السوبر ماركت، في البقالة، يعني كانت عادية جدا، مش في حالة رعب ولا خوف ولا بتجري ولا الكلام ده خالص، لا كأنها راحة تعمل حاجة كده شوبينج وخلصت والموضوع خلاص كده مروح. البنت دي كان اسمها كيم سو يونغ، وكان عندها 20 سنة تقريبا، بس اللي كان مستخبي ورا الملامح بتاعتها كان كفيل يخلي أي حد جسمه يقشعر ويخاف. كيم ما كانتش مجرمة عادية، في غضب جواها بيحركها زي أي مجرم أو انتقام مثلا. كيم كانت صيادة، كانت بتصطاد الضحية بتاعتها بكل ذكاء، يعني كانت بتخطط لكل خطوة وكل حركة بتعملها، كانت بتمثل، كانت بتخدع بطريقة رهيبة. المهم طبعا عشان كيم تقدر تنفذ الجرائم بتاعتها كانت محتاجة سلاح، وده كان الحبوب المنومة القوية. بس الأدوية دي في كوريا الجنوبية مش بتتصرف لأي حد غير بروشتة طبية، يعني مشددين على الموضوع ده بشكل جامد جدا. كيم بذكاء شيطاني قررت انها تمثل دور الضحية عشان توصل للسلاح اللي هو المنوم طبعا، وراحت لعيادة صحة نفسية وقعدت قدام الدكتور وهي بتمثل انها منهارة، وقالت ليه انها بتشوف كوابيس مرعبة، وإنها مش عارفة تنام من كتر الخوف، وإنها بتعاني من اضطراب نفسي مرعب، اضطراب ما بعد الصدمة. كانت بتكذب عليه يعني، بتشتغله. وعشان تحبك القصة بتاعتها أكتر والدكتور يصدقها أكتر، عملت حاجة غريبة بتخطرش على أي بال أي حد. راحت قسم الشرطة وبلغت بلاغ كاذب وإن في واحد حاول يغتصبها. راحت بعد ما عملت البلاغ ده أخذت محضر الشرطة وراحت بيه للدكتور وقالت ليه شوف اللي حصل لي، أنا حياتي في خطر، حياة كيم طبعا مش نحن، أنا مش قادرة أغمض عيني. بتشتغلوا طبعا. الدكتور بقلبه الطيب الحنين الرقيق صدقها وكتب ليها على جرعات قوية جدا من المنوم. كيم خرجت من العيادة والضحك على وشها، مش عشان هي خفت، لا علشان بقى معاها مفتاح الموت، السلاح اللي هتقضي بيه على الناس اللي كانت بتدور عليه. ولما الشرطة قبضت على كيم طبعا بعد التحريات الكبيرة اللي عملتها الشرطة، الصدمة الكبيرة كانت في جهاز الكمبيوتر بتاعها. المحققين لقوا ان كيم كانت تستخدم روبوت صناعي وكأنه شريك معها في الجريمة. كانت بتدخل تسأل أسئلة في منتهى البرود، ومن ضمن الأسئلة بتاعتها ايه هي الكمية
اللي لو خدها راجل بوزنه 80 كيلو من الدواء كذا يموت فورا؟ وهل المنوم طعمه بيبان؟ ده لو اتحط مع عصير؟ دي أسئلتها طبعا. وإزاي أضمن إن الشخص ما يصحاش تاني وأنا ما فتش في حاجته؟ وكمان إيه العقوبة القانونية لو حد مات بدون قصد بجرعة زيادة؟ ودي كانت الأسئلة اللي بتحكيها للروبوت اللي كان معاها. كيم كانت بتستخدم الذكاء الصناعي عشان تهندس الجريمة بتاعتها وتظبطها صح. كانت عايزة تعرف ازاي تقتل من غير ما تسيب أثر جنائي واضح، وازاي تطلع من الموضوع لو اتمسكت عشان في النهاية تقول ده كان حادثة. الذكاء الصناعي هنا ما كانش مجرد أداة، ده كان العقل المدبر اللي بيجاوب على كل الأسئلة الإجرامية أو الاستفسارات بتاعتها الإجرامية. طبعا الناس في كوريا والعالم كله لما شافوا صورة كيم على انستجرام ما صدقوش. البنت كانت بتقدم نفسها كمؤثرة، صورها كلها كانت في كافيهات غالية، بتلبس براندات وبتحط فلاتر، تعمل شغل يعني، ومخلية وشها زي الملايكة. كانت بتكتب بوستات عن حب النفس وعن الإيجابية، يعني كانت بنت مثالية ما يطلعش منها ده كله. بس لما اتمسكت وظهرت صورتها الحقيقية في المحكمة من غير فلاتر ومن غير ميك اب ومن غير الضحكة المصطنعة، الناس شافت وش تاني خالص، شافت وش بنت باردة، الملامح بتاعتها قاسية جدا وعينيها ما فيهاش رحمة أو ندمانة على شيء. التناقض كان غريب بين صورها على انستجرام أو السوشيال ميديا وبين الحقيقة بتاعتها، وده اللي خلى القضية تاخد اهتمام عالمي. علشان ازاي قدرنا نثق في شوية صور ونسينا ان ورا الصور دي ممكن يكون في وحش مستني الفرصة. عشان نفهم كيم وصلت لكده ازاي لازم نرجع لورا شوية لبيت كيم وهي صغيرة، نرجع لطفولتها يعني، ونفهم ايه اللي وصلها لكده، ايه اللي وصلها للوحشية دي. وباختصار كيم ما شافتش يوم حلو في طفولتها. ابوها كان شخص سادي وعنيف جدا، كان بيضرب امها قدامها كل يوم بأبشع الطرق. الكلام ده اللي قاله البروفيسور لي سو، ده خبير في علم النفس الجنائي، اللي حكت ليه طبعا حكت تفاصيل تخليك تقلق تخاف. كيم قالت ان الاب كان بيعمل حاجات صعبة في البيت وكان بيذلهم بكل الطرق. لما كيم خلصت الابتدائي الاب سابهم وهرب، ساب الام لوحديها مع اكتر من طفل. الام كانت بتشتغل ليل مع نهار علشان تقدر توكلهم. كانت كيم بتقضي معظم وقتها لوحديها في المدرسة. كيم كانت البنت المنبوذة، كانت بتتعرض للتنمر بسبب الفقر بتاعها. وهي في الابتدائي بدأت تنفذ عمليات سرقة بس بسيطة، واترفدت من المدرسة أكتر من مرة بسبب السرقة. طبعا كيم ما كانتش لاقية حد يوجهها للطريق الصح أو يطبطب عليها أو يقول لها إن أنت بتعمل ده غلط، فقررت إنها تبني العالم الخاص بيها على الإنترنت، عالم تكون فيه الملكة والكل يحبها ويحاول يقرب منيها. كيم كانت بتختار ضحاياها من التطبيقات بتاعت الشات والمحادثات. كانت بتدور على الرجالة اللي شكلهم غني أو اللي باين عليهم إنه مش هيسألوا كتير. كانت بتقابلهم بمنتهى الرقة، تطلب منهم يشربوا عصير. هي كانت محضرات قبل كده. الضحايا اللي كانوا مخدوعين بجمالها ورقتها كانوا بيشربوا على طول بدون خوف، وفي خلال دقايق المنوم بيشتغل مفعوله. الشخص بيحس بدوخة وبعدين بيغيب، وكانت تتفرج عليهم ببرود أعصاب غريب حسب الكلام بتاعها. طبعا كانت بتبدأ تفتش في جيوبهم، تاخد الفلوس، تاخد أي حاجة منيهم، ساعات، تليفونات، وحتى البطايق بتاعتهم. وفي 2 من الضحايا كانت جرعة المنوم اللي خدوها كانت قوية على القلب بتاعهم فماتوا وهم نايمين. كيم لما لقيتهم ماتوا ما صرختش ولا خافت، كملت السرقة عادي جدا وخرجت من المكان بكل هدوء وهي بتعد الفلوس اللي كسبتها. وفي مارس سنة 2026 السنة دي يعني بدأت محاكمة كيم سو يونغ. القاعة كانت زحمة جدا وأهالي الضحايا كانوا في حالة انهيار. كيم كانت قاعدة في قفص الاتهام في قمة في برود في رعب. المحامي بتاعها اللي كانت معيناه المحكمة حاول يلعب على وتر الذكاء المحدود. ليه؟ كشف ان كيم ذكائها الاي كيو بين 70 و80. طبعا ذكاء الانسان الطبيعي بيكون في حدود ال120، يعني عاوز يوصل للمحكمة ان كيم كان ذكائها محدود وما كانتش عارفة بتعمل ايه، وقال انها ضحية لظروفها وانها ما كانتش مدركة ان الجرعة دي ممكن تموت شخص. بس النيابة كانت محضرة مفاجأة، عرضوا سجلات البحث بتاعتها مع الذكاء الصناعي. الأسئلة كانت دقيقة جدا، الأسئلة كانت بتثبت انها كانت عارفة بالظبط ايه اللي ممكن يحصل، عارفة الفرق بين الجرعة اللي بتنوم والجرعة اللي بتموت. ده معناه ايه؟ ده معناه انها كانت بتجرب في البشر وانها كانت قصدة تقتل عشان تسرق.
وتعيش حياتها الفكر المزيفة. القاضي في النهاية أصدر حكمه على كيم بالسجن مدى الحياة. القصة دي سابت أثر كبير جدا في المجتمع الكوري طبعا، خلت الناس تعيد تفكيرها في السوشيال ميديا وفي الذكاء الصناعي، ازاي نحمي البيوت انها تتدمر، لان في النهاية البيت لما يتدمر هيطلع مجرم. قصة كيم سو يونغ بتفكرنا ان الشر مش دايما بيبقى شكله مخيف او لابس قناع مرعب، ساعات بيبقى مستخبي ورا فلتر جميل على فيسبوك او تيك توك، ومع ضحكة جميلة مصطنعة وشاشة موبايل بتلمع. كيم دلوقتي تقضي بقية حياتها في السجن طبعا، بعيد عن اللايكات، بعيد عن الفولو اللي ضيعت حياتها وحياة غيرها. بس السؤال اللي بيفضل في ذهنك هو في كام كيم تانية لسه مستخبية ورا شاشة موبايل ومستنية الضحية الجاية؟ خلي بالكم من نفسيكم وما تصدقش أي حد يقول لك أي كلمة، وكمان اوعى تمشي ورا المظاهر، لأن المظاهر خداعة. ممكن تلاقي ورا الضحكة، ورا الشكل الجميل، ورا البراءة وحش، لأن الدنيا بقت غابة. بس المرة دي الغابة بقت موجودة في كل بيت عن طريق الموبايل طبعا، عن طريق التيك توك، السوشيال ميديا بشكل عام. بقى الخطر في بيتك، بقى الخطر في ايدك، بقى الخطر بص عليه وبتواجهه كل يوم لما تفتح السوشيال ميديا بتاعتك. خلي بالكم، مش كل انسان بيضحك في وجهك بريء، مش كل انسان على التيك توك جميل هو جميل فعلا، ممكن يكون بفلتر. مش كل انسان تفتكره طيب فهو طيب، لا، ممكن يكون حاجة تانية خالص. خلي بالكم. بس انا القصة دي حكيتها عشان اقول لكم بس خلي بالكم، خلي بالكم من اطفالكم، خلي بالكم من نفسيكم، خلي بالكم من الناس اللي بتحبوهم، وما تثقوش في حد. ده هدف القصة. شكرا لكم، ربنا يحفظكم جميعا. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعله. واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة، ربنا يحفظكم جميعا.